السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي وحبايبي ابطال المرحلة الاعدادية، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. معاكم استاذ عبد الله عواد، وباذن الله درسنا النهارده لاخواتنا وحبايبنا تانية اعدادي. اول درس نحو عندك يا حبيب قلبي وهو المنادى. درس المنادى باذن الله لاخواتنا وحبايبنا تانية اعدادي. درس جميل جدا، درس حلو جدا، بس كل اللي هحتاجه منك ان انت دماغك تكون مصحصحه. الدرس جميل جدا، هيحتاج برضو عليه تمرينات كتير، ودي كمان يا معالي الباشا هيكون موضوعها سهل، لان انا هنزل لك التمرينات بتاعته باذن الله محلوله كامله قريب باذن الله. بعد الفيديو ده على طول هبقى انزله لك يومين كده ولا حاجه، وهينزل كمان فيديو الشرح. فباذن الله ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتعمل اشتراك في القناه، لان المنهج كله بتاع تانية اعدادي باذن الله نقدم المشيئه كده بسم الله الرحمن الرحيم، وهينزل عندك كله على قناه اليوتيوب. فاعمل اشتراك في القناه واعمل شير للفيديو، خلي غيرك يستفاد، علشان باذن الله المنهج كله هينزل. عايزك تصلي على النبي وزيد النبي صلاه، وعايزين نبدا بدرس المنادى. انا مش عارف والله ايه التناسق اللي حصل ده، ان احنا الاثنين لابسين زي بعض. بسم الله، بص والله العظيم صدفه، بس باذن الله يعني الدرس هيكون سهل ومية مية. طيب يا سيدي، درس المنادى مبدئيا كده بسم الله الرحمن الرحيم. انا عايز اعرف انا بدرس المنادى ليه. طيب يا سيدي، انت من حيث دراسه المنادى انت الاول محتاج تعرف انا دلوقتي لو جيت مثلا ندهت نقول مثلا اسمك محمد. طيب انا دلوقتي لو ندهت عليك وقلت لك يا محمد، محمد هنا هيكون ليها اعراب معين. طيب لو انا مثلا ما ندهتش وقلت يا محمد، شلت اداه النداء خالص وقلت محمد، هل كده محمد هيكون ليها اعراب تاني؟ طيب بلاش، انت ما نديت يعني ما ناديتش يا مستر باسمي، ندهت مثلا بصفتي. لو مثلا قلت لي يا طالب، تمام، هل ده هيفرق في الاعراب او هيفرق في نوع المنادى؟ طب لو مثلا يا مستر قلت لي يا طالب، هل ده هيفرق؟ انا عايز يا مستر افهم بالظبط، هل المعنى بتاع المنادى او المنادى ذات نفسه بيفرق في حاجات كتير؟ طبعا المنادى عندنا بيفرق في حاجات كتير. اولا مبدئيا بيفرق عندي، انا عايز اعرف الاول انا هنادي ده على الشخص ده، هل هنادي على شخص بعينه كده قدامي انا عارف هو مين، ولا بنادي على واحد عموما من وسط الناس اللي قاعدين قدامي، ولا ايه بالظبط؟ طيب يا مستر واحده واحده كده وفهمني، هو يعني ايه اصلا يا مستر منادى؟ هقول لك يا سيدي بسم الله الرحمن الرحيم. المنادى عندي هو عباره عن اسم ظاهر. هو عباره عن ايه؟ اسم ظاهر بيتذكر بعد اداه النداء. الله يا مستر، هو احنا عندنا كمان ادوات نداء؟ طبعا احنا عندنا كام اداه نداء؟ ادي واحد، ادي اتنين، ادي 3، ادي 4، ادي 5، 5 ادوات نداء. وتعالى اما ابتدي لك باداه النداء الغنيه عن التعريف. تعالى بس اما نكبرها كده. صحيح نسيت اقول لك، لو انت عايز الفايل ده بتاع الدرس، انا عينيا الاثنين لاخويا وحبيب قلبي، ابعت لي بس رساله على الواتساب، او هتلاقي فيه اللهم صل على النبي عندنا في وصف الفيديو اللينك بتاع الجروب بتاع الواتساب، بينزل لك عليه كل حاجه، 5 نجوم، بينزل لك عليه الفيديوهات اول باول، بينزل لك عليه الاخبار، بينزل لك عليه الامتحانات، زائد كمان الملخصات اللي زي دي بتنزل لك على الجروب. فانت يا اما تتواصل مع على رقم الواتساب اللي بيظهر لك كل شويه، يا اما تخش الجروب وتستفاد بقى ايه بكل الاوبشنز دي متاحه عندك، يعني شوف اللي انت عايزه واعمله. طيب يا سيدي تعالى كده اما نبتدي عندنا في اول اداه نداء، اللي هي اداه النداء ايه؟ أداة النداء يا، غنية عن التعريف وكلنا بنستخدمها. طيب يا مستر أداة النداء يا دي لإيه بالظبط؟ يعني بنستخدم أداة النداء يا لإيه؟ لما أجي أنده على مين بالظبط؟ هل على حد معين؟ هو مش على حد معين قوي، بس إحنا والله من حيث أداة النداء يا هي للقريب وللبعيد. يعني ايه يا مستر للقريب وللبعيد؟ يعني والله ممكن انده واقول لك يا محمد لو انت قاعد جنبي وانت لازق جنبي، ممكن انده لك اقول لك يا محمد، ولو انت في اخر الشارع هنده لك اقول لك يا محمد. فاداه النداء دي بنستخدمها يا لحاجتين، بنستخدمها اول حاجه لنداء القريب والنداء البعيد، هما الاثنين عادي زي الفل، ما عنديش فيهم اي مشكله. طيب يا مستر للنداء القريب هقول لك بس احنا عندنا للنداء القريب اي والهمزه، اي والايه والهمزه للنداء القريب، اي والهمزه للنداء الايه القريب. يعني احنا ما بنستخدمش اداه النداء اي والهمزه غير للنداء القريب. طيب يا مستر هل ده هيفرق في حاجه بعدين؟ هو مش بيفرق قوي بعدين، بس انت لازم يكون عندك كل المعلومات ايه كامله. اي والهمزه دول ادوات نداء للقريب. ايه يا مستر ده؟ هي اي والهمزه دي اداه نداء اصلا؟ ايوه يا سيدي دي اداه نداء، بس يا مستر انا حاسسها ان هي مش اداه نداء. انت من امتى اصلا
اصلا يعني انت كان عندك كل المعلومات عن النحو. دي ادوات نداء جديده او مش اداه نداء جديده، انت اللي عارفها او الشائع على اداه النداء هي يا بس، مش هي يا بس هي الوحيده اللي موجوده في النداء. ده عندنا اي والهمزه للنداء القريب، وعندنا ايا وهي للنداء البعيد. ايا وهي للنداء الايه؟ البعيد. يبقى احنا كده عندنا كم اداه نداء؟ 5. اول حاجه عندنا يا، ويا دي للنداء القريب والبعيد. طيب يا مستر زي الفل. وعندنا اي والهمزه للنداء القريب زي الفل، وايا وهي للنداء البعيد. ودول الخمس ادوات النداء اللي عندي. طيب يا مستر من حيث انواع المنادى، من حيث انواع المنادى ايه هي يا مستر؟ عندنا انواع المنادى. تعالى كده اما نتكلم في السبوره شويه عشان نتكلم باستفاضه، يعني عشان نتكلم ايه باستفاضه. اقول لك والله من حيث انواع المنادى اهو، هنكتب كده ايه المنادى في نص الايه؟ في نص الايه؟ في نص السطر. هقول لك المنادى عندي بينقسم الى نوعين. المنادى عندي بينقسم الى نوعين. عندنا منادى معرب وعندنا منادى مبني. يعني ايه يا مستر منادى معرب ويعني ايه منادى مبني؟ تعالى يا سيدي اما ابسطها لك اكتر. هقول لك والله المنادى المعرب يعني ايه منادى معرب؟ هقول لك اهو ما بين قوسين يعني منادى منصوب. يعني ولا منادى منصوب. المنادى المعرب هنا عندي منادى منصوب. طيب يا مستر والمنادى المبني؟ هقول لك والله المنادى المبني عندي بيبقى مرفوع. منادى المبني بيبقى ايه؟ مرفوع. ماشي. يبقى تاني كده احنا من حيث المنادى عندي 2، يا اما منادى مبني يا اما منادى معرب. معرب يعني منصوب، مبني يعني مرفوع. طيب ايه هي بقى يا مستر انواع المنادى المعرب وايه هي انواع المنادى المبني؟ تعالى نقسم كده ايه الشاشه عندنا نصين. ماشي. هقول لك يا سيدي عندي المنادى المعرب ثلاث انواع. عندي منادى معرب نوعه مضاف، وعندي منادى معرب شبيه بالمضاف، وعندي منادى بيسمى نكرة غير مقصودة. نكرة غير ولا منادى نكرة غير مقصودة. تعالى كده عشان ايه اهو. ماشي. طيب تاني كده المنادى المعرب عندي معرب يعني منصوب، معرب يعني منصوب. عندي كام نوع؟ 3: مضاف وشبيه بالمضاف ومنادى نكره مقصوده. طيب دول المنادى الايه؟ المعرب. والمعرب يعني منصوب، منادى مضاف شبيه بالمضاف نكره غير مقصوده. طيب والمنادى المبني؟ هقول لك والله عندي يا سيدي المنادى المبني عندي نوعين. عندي منادى نكره مقصودة، عندي منادى نكرة ايه؟ مقصودة، وعندي منادى علم مفرد. منادى نكرة مقصودة وعلم ايه؟ علم مفرد. وده طبعا هنتكلم عليه باستفاضة على ايه؟ على مدار الفيديو باذن الله. انا بس ايه عايزك تصلي على النبي كده وركز معايا. طيب يا سيدي زي الفل. المنادى المبني يعني مرفوع، منادى مبني يعني مرفوع، منادى نكرة مقصودة، ومنادى علم مفرد. طيب يا مستر زي الفل. تعالى ما نبتدي كده واحده واحده بالجزء اللي عندنا في الجنب ده. عندنا قلنا المنادى المعرب عندنا يعني ايه؟ منادى معرب عندي يعني منادى منصوب، منادى معرب يعني منصوب، منادى معرب يعني منصوب. مضاف شبيه بالمضاف نكره غير مقصوده، نكره غير مقصوده. مضاف شبيه بالمضاف نكره غير مقصوده. انا عمال بزيد وبعيد عشان الدرس ده والله درس مهم جدا جدا جدا. عمال بعيد وبزيد مش علشان انا، عشانك انت. تمام؟ علشانك انت، عشان الموضوع يثبت في دماغك. فمنادى المبني يعني مرفوع. عندنا منادى نكره مقصوده وعلم مفرد. طيب واحده واحده كده يا مستر. هو يعني ايه اصلا منصوب؟ والنصب ده بيكون بايه؟ يعني تعالى كده من ايه نتكلم في الموضوع من اوله اهو. ماشي. نلغي ده كده. لا مش قوي كده. ماشي. هو النصب ده يا مستر بيكون منصوب بايه؟ عندنا طبعا بيكون منصوب بالفتحه، وعندنا بيكون منصوب بالياء، وعندنا بيكون منصوب بالالف، وعندنا بيكون منصوب بالكسر. امتى بيكون منصوب بالفتحه؟ المنادى عندي بيكون منصوب بالفتحه لما يبقى مفرد او جمع.
هيكون منصوب بالفتحه لما يبقى مفرد او جمع تكسير. يبقى جمع ايه ولا جمع تكسير. وعندي بيكون بالياء امتى؟ هقول لك والله بيكون بالياء عندي لما يبقى مثنى او جمع مذكر. وامتى يا مستر هيكون بالالف؟ لما يبقى من الاسماء الخمسه. من الاسماء الايه؟ الخمسه. يعني ايه من الاسماء الخمسه؟ فكرني يا مستر ايه هي الاسماء الخمسه؟ اب حم اخ فو ذو، بيكونوا دايما منصوبين بالالف. والكسره طبعا مع جمع المؤنث. مع جمع الايه؟ المؤنث. طيب يا سيدي المنادى المبني، قلنا المنادى المبني يعني ايه؟ يعني المرفوع. عندي بيكون مرفوع بالضمه او الواو او الالف. طيب امتى يا مستر يكون مرفوع بالضمه؟ لما يبقى مفرد او جمع، او مفرد او جمع ايه؟ او جمع تكسير. الواو لما يبقى جمع مذكر سالم او الاسماء الخمسه. او الاسماء الايه؟ الخمسه. الالف لما يبقى مثنى. ده من حيث الاعراب او النصب زي ما احنا ما قلنا، وده من حيث المبني. ده من حيث المبني اللي هو المرفوع. مرفوع بالضمه لما يبقى مفرد او جمع تكسير، الواو لما يبقى جمع او اسم من الاسماء الخمسه، والالف لما يبقى مثنى. وهكذا المعرب اللي هو المنصوب عندي بالفتحه لما يبقى مفرد او جمع تكسير، والياء لما يبقى مثنى او جمع مذكر، والالف لما يبقى من الاسماء الخمسه، والكسره طبعا لما يبقى جمع ايه؟ جمع مؤنث. طيب يا سيدي احنا كده بنحط حجر الاساس اللي احنا نقدر نبني عليه الدرس اللي ايه؟ الدرس اللي جاي كله. ده اللي نبني عليه ايه؟ الدرس اللي جاي كله. طيب يا سيدي بسم الله. احنا طبعا اتكلمنا على المبني والمعرب، وقلنا ان المعرب عندي مضاف وشبيه بالمضاف، وعندي نكره غير مقصوده. تعالى كده واحده واحده اما نبتدي نتكلم عندنا عن اول نوعين، المضاف والشبيه بالمضاف. هقول لك يا سيدي ايه الفرق ما بين يا مستر المضاف؟ تعالى اما نجيب بقى ايه قلم كده يبان اهو احمر اهو. ايه الفرق يا مستر ما بين المضاف والفرق ما بين الشبيه بالمضاف؟ قال لك والله مبدئيا كده اللي احنا لسه متكلمين عنه، ان من حيث المضاف والشبيه بالمضاف هما الاثنين يا مستر اسماء معربه او منادى معرب. يعني ايه منادى معرب؟ اسماء منصوبه. هما الاثنين اسماء منصوبه. طيب هما الاثنين يا مستر اسماء منصوبه زي الفل، ودي نقطه اتفاق. دي كده نقطه ايه؟ اتفاق. هما الاثنين ايه؟ الاثنين منصوبين يا مستر، ماشي زي الفل. وعندنا كمان نقطتين اتفاق، هما الاثنين يالا بيجي بعدهم مضاف اليه، او بيجي بعدهم برضه عايزين نزود جر ومجرور، او بيجي بعدهم ايه؟ جر ومجرور. يبقى تاني كده من حيث المنادى المضاف والشبيه بالمضاف هما الاثنين اسماء منصوبه، وهما الاثنين بيجي بعدهم مضاف او جر ومجرور. او بمعنى اصح كده عايز اقولها لك وخلي الكلمه دي في سرك، ان الشبيه بالمضاف او المضاف هما الاثنين بينادوا على اكتر من كلمه. يعني ايه بينادوا على اكتر من كلمه؟ واحده واحده وهديك امثله دلوقتي. بنحط بس حجر الاساس عندنا اهو. تعالى اما نكتب فوق اكتر من كلمه. اكتر من ايه؟ من كلمه. اكثر من كلمه. يعني لما اشوف اكتر من كلمه بيتنده عليها، ده كده يا اما مضاف يا اما شبيه بالمضاف. طيب والمضاف والشبيه بالمضاف هما نقطتين الاتفاق، هما الاثنين اسماء منصوبه، هما الاثنين بيجي بعدهم مضاف اليه او جر ومجرور. طيب يا سيدي ايه بقى يا مستر نقطتين الاختلاف اللي بيحصلوا ما بينهم؟ هقول لك يا سيدي من حيث نقاط الاختلاف عندنا، اول حاجه كده هما اهو دول ايه؟ دول نقاط الاختلاف عندنا. المضاف عندنا اقرع. يعني ايه المضاف عندنا اقرع؟ يعني والله عندي بيكون مش منون ولا بيتحط فيه نون في الاخر. تاني كده المنادى مضاف ولا منون ولا بيتحط فيه نون. ليه؟ اقرع اهو يا سيدي. اقرع بدون اي اضافات، ما فيهوش اي حاجه، ولا نون ولا فيه تنوين. ده مين؟ ده منادى المضاف، او ده نوع منادى مضاف. طيب يا سيدي والشبيه بالمضاف عكسه، بيكون منون او بيتحط فيه نون في الاخر. ودول يا سيدي نقاط الاختلاف عندنا. طيب يا سيدي تعالى كده اما نقول تاني المنادى المضاف والشبيه بالمضاف. انا عندي يا مستر المنادى المضاف عندي معرب هو والمنادى الشبيه بالمضاف، هما الاثنين اسماء معربه. يعني ايه اسماء معربه؟ اللي هو اول حاجه عندنا اللي هما الاثنين مالهم منصوبين زي الفل، وهما الاثنين بيجي بعدهم مضاف او جر ومجرور. ده من اسمهم يا معالي الباشا منادى مضاف، يعني بيجي بعدهم مضاف او جر ومجرور. طيب دول نقطتين الاتفاق. ايه هما نقطتين الاختلاف؟ المضاف اقرع
ولا فيه نون في الاخر ولا فيه تنوين. طب الشبيه بالمضاف، الشبيه بالمضاف يا مستر عندي منون وبيبقى فيه نون. تعالى يا سيدي اما نشوف كده عندنا الكلام بيتقال ازاي. نمسح اللي في السبوره. هنتكلم هنا عن امثله للمضاف، امثله للشبيه للمضاف. ماشي يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. يجي مثلا يقول لك من انواع او من امثله شبيه المضاف، يجي يقول لك يا شباب، يا شباب مصر، ابنوا مستقبلا، ابنوا ايه؟ مستقبلا. ماشي يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه اللي حصل عندي هنا في الجمله؟ مبدئيا كده يا مستر انا اول ما بشوف اداه النداء عندي اللي هي يا، اول ما بشوف اداه النداء عندي يا بعرف ان دي جمله منادى على طول. طيب يا سيدي جمله المنادى عندي بتنتهي امتى؟ بتنتهي عندي مع الفاصله دي. مع وجود الفصل دي كده خلاص جمله المنادى انتهت. وعلى فكره اوقات كتير الفصل ما بتبقاش موجوده وبيرخم عليك فيها، عادي جدا، انا بفهمها من سياق الكلام اذا كان بينده على كلمه واحده او كلمتين، بس اغلب الوقت بتكون موجوده. طيب هنا يا شباب مصر ابنوا مستقبلا، انا عندي الجمله كده لحد دلوقتي لحد هنا كده، ده كده ايه؟ ده شغلي كله اللي هيحصل على المنادى. طيب يا مستر هنا عندي المنادى مكون من كام كلمه؟ اول حاجه عندي هنا اداه النداء. طيب اداه النداء هنا نادي على كام كلمه؟ نادى على كلمتين، شباب، شباب مصر، نادى على شباب مصر، نادى هنا على كام كلمه؟ كلمتين. طيب يا مستر الاعراب بتاعها ازاي؟ هقول لك واحده واحده بس. هو مبدئيا كده في المنادى عندي انواع كتيره زي ما قلنا. ايوه يا مستر فعلا زي ما انت ما قلت. طيب يا سيدي هنا بينادي على كلمه واحده ولا كلمتين؟ بينادي على كلمه ولا اكتر من كلمه؟ بينادي عندي على اكتر من كلمه. طيب بينادي عندي على اكتر من كلمه، يبقى هنا عندي يا اما يكون مضاف يا اما شبيه بالمضاف. ليه؟ هم دول النوعين الوحيدين اللي عندي اللي بينادي عندي على اكتر من كلمه، يا اما المضاف يا اما الشبيه بالمضاف. طيب هنفتح كده قوسين، ده هنا عندي شبيه بالمضاف والله يا مستر ده عندي منادى مضاف. اعرف منين بالظبط؟ هقول لك يا سيدي تعالى اما نشوف الشروط اللي عندنا. من حيث المضاف والشبيه بالمضاف عندي نقطتين اتفاق ونقطتين اختلاف. النقطتين الاتفاق هما الاثنين منصوبين ومعروف، وهما الاثنين بيجي بعضهم جر ومجرور ومضاف اليه، ماشي معروف. هما الاثنين دول اصلا نقطه اتفاق. امال فين يا مستر نقطه الاختلاف؟ هقول لك في المنادى ذات نفسه. فين كلمه المنادى؟ ولا كلمه المنادى ذات نفسها هي كلمه ايه؟ شباب. كلمة ايه؟ شباب. هي دي اللي بيكون عليها الشغل بقى. واحدة واحدة كده ولا. هنا كلمة الشباب دي هل هي منونة؟ لا. هل هي فيها نون؟ لا. نرجع كده للبي دي اف عندنا. المنادى ذات نفسه الكلمة اللي بعد أداة النداء هل هي منونة؟ لا يا مستر مش منونة. هل فيها نون؟ لا يا مستر ما فيهاش نون. يبقى نوع المنادى عندك ايه؟ نوع المنادى عندي مضاف. تعال اما نختار اهي اللي ما بين الأقواس اهي. منادى ايه؟ هيكون نوعه منادى مضاف. تعال اما نشوف اللي بعدها. يجي يقول لك يا مهندسي المصنع اعملوا بجد. يا مهندسي المصنع اعملوا بجد. دي الايه؟ دي الفصل اللي انا بكلمك عليه. طيب يا سيدي انا مبدئيا يا مستر هنا شفت ده هنا عندي جمله نداء. عندي جمله ايه؟ جمله نداء. طيب انا جمله النداء عندي زي ما قلت لك الشغل كله بيكون اللي هو لحد الفاصله كده، دي الجمله اللي احنا هنشتغل عليها. طيب انا شفت اولا كده اداه النداء، ايوه فعلا بينادي على كلمه ولا اكتر من كلمه؟ بينادي على كلمتين، مهندس المصنع. ما دام بينادي عندي على اكتر من جمله او بينادي عندي على اكتر من كلمه، ما دام بينادي عندي من اكتر من كلمه يكون قدامي اوبشنين، يا اما منادى مضاف يا اما منادى شبيه بالمضاف. طيب يا سيدي تعالى ما نفتح الاقواس ونشوف، يا اما مضاف يا اما شبيه بالمضاف. طيب يا سيدي تعالى اما نشوف كده عندنا يا مهندس المصنع. فين هنا المنادى اللي هنشتغل عليه كل الشغل؟ هقول لك يا سيدي المنادى اللي هنشتغل عليه كل الشغل هي كلمه ايه؟ كلمه اهو مهندسي. كلمه ايه؟ مهندسي. طيب يا سيدي دي اللي جت بعد أداة النداء، هي دي المنادى، هي دي المنادى. طيب يا سيدي المنادى هنا يا مهندسي نوع مضاف ولا شبيه بالمضاف؟
هقول لك تعالى نرجع. كلمه يا مهندسي، يا مهندسي المصنع اعملوا بجد، هنا تقريبا يا مستر بينادي على جمع. اعملوا بجد هنا بينادي على جمع. طيب يا سيدي، يا مهندسي هل هي منونة؟ لا مش منونة. طب هل هي فيها نون في الآخر؟ يعني أنا هنا مثلا قلت يا مهندسين، لا يا مستر ما حصلش، قلت يا مهندسي بدون نون، يعني ولا منونة ولا فيها نون، وما دام عندي الكلمة لا منونة ولا فيها نون يبقى نوع المنادى على طول مضاف. حلو جدا يا مستر. طيب الإعراب بتاعهم إيه ولا؟ الإعراب بتاعهم إيه؟ تعال اما نشوف كده الإعراب بتاعهم. نمسح ده كده. لو عايزين نعرف كلمة شباب هنعربها ازاي؟ طبعا احنا قلنا من شوية ان المنادى اللي هو بتاع يا شباب ده نوعه ايه؟ ده نوع مضاف. طيب المنادى المضاف ذات نفسه يا مستر بيكون اعرابه ايه بقى؟ مبني ولا معرب؟ اهو معرب منصوب، يبقى هيكون متعرب ايه؟ هنعربه والله منصوب. اهو منادى منصوب بالفتحة. ليه منادى منصوب بالفتحة يا مستر؟ هقول لك والله لأن كلمة شباب مفرد وهي دي إعراب المنادى. طيب يا سيدي لو فرضا قال لك مثلا يا بتتعرب إيه؟ يا سيدي حرف نداء مبني على السكون. حرف نداء مبني على السكون ومش بتيجي كتير بس أنا بقولها لك لعل وعسى. طيب كلمة مصر تتعرب إيه؟ مضاف إليه، جاية من اسمه منادى مضاف. طيب تاني الشباب اتعربت ايه؟ منادى منصوب بالفتحة. ليه منادى منصوب؟ لأنه مضاف. ما هو المنادى المضاف عندي يا ابن الحلال معرب منصوب، ما أنا لسه قايل لك، ومنصوب بالفتحة علشان مفرد. طيب كلمة يا مهندسي، طبعا كلمة مهندسي هنا الكلمة اللي بتيجي بعد أداة النداء هي اللي بتتعرب منادى، الكلمة اللي بتتعرب بعد أداة النداء هي ايه؟ هي اللي هتكون منادى. مهندسي هتعرب ايه؟ أهو منادى منصوب. ليه مصدر منادى منصوب؟ لأنه هو منادى مضاف، ومنادى مضاف عندي معرب. منادى منصوب بالايه؟ هقول لك منادى منصوب بالياء. ليه منادى منصوب بالياء؟ لأنه جمع. لأنه ايه؟ جمع. يبقى هنا يكون منادى منصوب بالياء لأنه جمع. طيب يا مستر لو قال لي يا بتتعرب ايه؟ حرف نداء مبني على السكون. حرف نداء مبني على السكون. حرف نداء مبني على السكون. وكلمة المصنع يا ابن الحلال ما هو من اسم منادى ايه؟ مضاف. يبقى كلمة المصنع تتعرب مضاف إليه. كلمة المصنع تتعرب ايه؟ مضاف إليه. تعال اما نشوف أمثلة كمان. يلا يا سيدي تعال لما كده اما نشوف يجي يقول لك مثلا يا ذا العلم وفقك الله. يا ذا العلم وفقك الله. طيب بقول لك ايه، معلش كده ارخم عليك بس. قال لك يا سيدي تعالى اما نحط اداه نداء تاني. آية ذا العلم. آية يا خبر أبيض يا مستر، آية يعني إيه آية؟ هي آية زي يا زي أي زي الهمزة كلهم يا حبيب قلبي واحد، ما تقلقش، وإعرابهم واحد. إيه هي إعراب أداة النداء؟ حرف نداء مبني على السكون. أهو حرف نداء مبني على السكون. حرف نداء مبني إيه؟ على السكون. صلى على النبي. قال لك يا سيدي يا ذا العلم. هو هنا ندى على كلمة واحدة ولا أكتر من كلمة؟ لا ندى يا مصر على أكتر من كلمة. ذا العلم ما دام ندى على أكتر من كلمة يبقى هيكون عندي اختيارين، يا إما مضاف يا إما شبيه بالمضاف. حلو يا مستر. ذا العلم هنا ندى على كلمتين. هل كلمة ذا اللي هي المنادى بقى ذات نفسها هل هي منونة؟ لا. فيها نون؟ لا. يبقى نوعه مضاف. فهمنا بقى اللعبة. ذا هنا هتتعرب ايه؟ هتتعرب والله عندي منادى منصوب. ليه منادى منصوب؟ ما لا منادى مضاف، وقلنا منادى مضاف يعني معرب يعني منصوب. منادى منصوب بالايه؟ بالالف. منادى منصوب بايه ولا؟ منادى منصوب بالالف. طيب يا سيدي تعال اما ناخد اخر مثال. قال لك يا طالبات الفصل. يا طالبات الفصل فصلة حافظوا على
فصلكم او حافظوا على مدرستكم. مش هتفرق معايا كتير. ليه يا مستر مش هتفرق كتير؟ قلت لك احنا هنا كلامنا لحد الفصله، من بعد الفصله جمله جديده، حافظوا فعل امر عادي يعني، ملناش دعوه باللي بعد الفصله، خلينا في اللي قبلها اللي هو النداء. وطبعا هنا عندي يا حرف نداء مبني على السكون. طالبات الفصل ندى على كلمه ولا اكتر من كلمه؟ طالبات الفصل ندى على اكتر من كلمه، وما دام ندى عندي على اكتر من كلمه يا اما منادى مضاف يا اما منادى شبيه بالمضاف، مضاف او شبيه بالمضاف. طيب يا سيدي طالبات العلم يا اما مضاف يا اما شبيه بالمضاف، والاثنين سواء مضاف او شبيه بالمضاف الاثنين عندي معربين. يعني ايه معربين؟ يعني منصوبين. طيب يا سيدي كلمه طالبات علشان نعرف اذا كان هو مضاف او شبيه بالمضاف، نقطتين الاختلاف عندي. هل الطالبات هنا عندي في تنوين؟ لا يا مستر ما قلتش يا طالبات. طب هل فيها نون؟ لا يا مستر هنا برضو ما فيهاش نون، ولا فيها نون ولا فيها تنوين، اصبحت ارعى عندي، وما دام ارعى يبقى هيكون منادى مضاف عندي. طيب منادى مضاف، المنادى المضاف عندي بيكون اعرابه ايه؟ هيكون اعرابه منادى منصوب. هنا طالبات منصوب بالكسره لانه جمع مؤنث. تعالى بقى اما نشوف التحويله اللي احنا هنحولها دي. بص يا سيدي منادى طبعا احنا لسه هنا قايلين ان طالبات الفصل دول دي يا مستر منادى مضاف. طب يا مستر لو انا عايز احول المنادى المضاف الى منادى شبيه بالمضاف هعمل ايه بقى؟ يا مستر دي صعبه قوي. يعني يا طالبات الفصل هنا ده منادى مضاف عايز احوله لشبيه بالمضاف. الله يا مستر انت عايز بقى تلخبطنا ولا ايه؟ ما احنا كنا ماشيين حلو. ولا اخبطك ولا حاجه يا اخويا. هو ايه الفرق ما بين المضاف وشبيه بالمضاف؟ نقطتين اتفاق ونقطتين اختلاف. الاثنين منصوبين والاثنين بيجي بعدهم مضاف اليه وجر ومجرور. خلصنا. دي كده ملناش دعوه بيهم لان هم اصلا دول النقطتين اتفاق، الاثنين بيكونوا شبه بعض في الحته دي. هما نقطتين الاختلاف، نقطتين الاختلاف هي النون او التنوين. بس طبعا هنا كلمه طالبات، طالبات هنا جمع مؤنث، ما ينفعش احط فيه نون في الاخر. اما يا مستر هنعمل فيها ايه؟ هنحط تنوين. الله ده ايه السحر ده يا مستر؟ تعالى كده اما اوريها لك. يا ودي نقطه الاختلاف. شفت حولت من مضاف لشبيه بالمضاف في خطوه واحده بس اللي هي ايه؟ التنوين. حطيت تنوين اصبح خلاص شبيه بالمضاف. طب يا مستر بقى واعراب الشبيه بالمضاف ايه بقى؟ يلا انت يلا بتقول يلا، ما هما الاثنين معربين، هما الاثنين منصوبين، ما فيهاش اي مشكله. يعني طالبات بقى تتعرب ايه؟ شفت والله العظيم كنا هنغلط غلطه منيله ب 60 نيل. اهو بص يا سيدي اهو منصوب، ونحط معلش النصب هنا ايه بالكسر عشان ده جمع ايه؟ ده جمع مؤنث، هتودونا في داهيه. تمام ركز معايا ركز معايا، احنا لسه في اول الفيديو. قال لك يا سيدي يا طالبات، انا حطيت هنا التنوين اهو ما تسرحش معايا ماشي. قال لك يا سيدي يا طالبات، هنا قال لك التنوين اللي انا حطيته ده اصبح شبيه بالمضاف، خلاص مفيش اي مشكله. حطيت التنوين لتحت علشان بيكون منصوب بالكسر جمع مؤنث ماشي. قال لك يا طالبات هتتعرب ايه؟ اهو هيبقى منادى منصوب بالكسر. قال لا برضه ايه؟ يالا ما هما الاثنين يالا منصوبين، يالا هما الاثنين منصوبين، ما تركز معايا. هما الاثنين منصوبين، فهما الاثنين هيكونوا منصوبين بالكسر عادي مفيش اي مشكله. هي نقطه الاختلاف بس التنوين، لا اكتر ولا اقل. طيب يا سيدي تعال اما نشوف كمان مثال. بص كده يا سيدي نمسح دي بس كده. يقول لك يا انا زهقت من يا اي فلاحين الحقل ازرعوا. طبعا زي ما قلت لك انا عندي الكلام كله بيكون من عند الفصل، الكلام كله من عند الايه؟ الفصل. ايا فلاحين الحقل، هنا اداه النداء اي. الله يا مستر اداه النداء اي دي اي زي ايا زي هيا زي اي زي الهمزه كلهم واحد، يعني بيتعربوا ايه؟ حرف نداء مبني على السكون، حرف نداء مبني على السكون زي الفل. اللي بعدها على طول اللي بيتعرب بيسمى منادى. ده ايه يا مستر عندي؟ ده هيتعرب كده عندي منادى. طيب يا سيدي المنادى ده نوعه ايه؟ يلا زي ما قلت لك وزي ما عودتك، بينادي على كلمه ولا اكتر من كلمه؟ بينادي هنا يا مستر عندي على اكتر من كلمه، بينادي على فلاحين الحقل، بينادي على فلاحين الايه؟ الحقل. هنا عندي بينادي على
كلمتين. طيب يا سيدي بينادي عندي على كلمتين، بينما عندي بينادي على كلمتين يا اما منادى مضاف يا اما شبيه بالمضاف. هل لنا بنقطتين الاتفاق؟ لا يا مصر، هما الاثنين منصوبين وهما الاثنين بيجي بعدهم مضاف. فين هو هنا المضاف اليه؟ اهو يا سيدي مضاف اليه كلمه الحقل، كلمه الفصل، كلمه الفصل هنا برضه، والعلم، كلهم دول بيتعربوا مضاف اليه عادي مفيش مشكله، دي نقطه اتفاق. طيب فين هي مثلا نقاط الاختلاف؟ نقاط الاختلاف عندي لو فيها نون او تنوين يبقى شبيه بالمضاف، لو قرع خالص وما فيهاش ولا نون ولا تنوين يبقى مضاف. بص كده عندي كلمه فلاحين، فلاحين اصبح فيها نون، وما دام اصبح فيها نون بس يا مستر انا قفشته كده، ده نوعه شبيه، ده نوع شبيه بالايه؟ بالمضاف. طيب يا مستر منادى الشبيه بالمضاف بيكون مبني ولا معرب، منصوب ولا مرفوع؟ منادى منصوب طبعا، وهنا هيكون منادى منصوب بالياء. ليه منادى منصوب بالياء؟ لانه طبعا ايه؟ لانه عندي جمع مذكر، لانه عندي جمع ايه؟ جمع مذكر، فيكون منصوب بالياء. يعني انت هنا يا مستر تقصد ان الفرق ما بين المضاف والفرق ما بين الشبيه بالمضاف هي النون او التنوين بس؟ اه والله لا اكتر ولا اقل، احنا نفس الكلام هنمشي عليه. قال لك بتشوف بينادي على كلمه واحده ولا اكتر من كلمه؟ ما دام اكتر من كلمه هيكون قدامهم شانين، يا اما مضاف يا اما شبيه بالمضاف. طيب المضاف والشبيه بالمضاف يجي بعضهم على طول جر ومجرور او مضاف اليه. زي الفل، حلو قوي يا مستر. اعرف منين المضاف او الشبيه من المضاف؟ النون او التنوين. لو النون والتنوين لو واحده فيهم موجوده في المنادى، الكلمه اللي بعد اداه النداء هيبقى ده منادى شبيه بالمضاف وهيكون منصوب. طيب المنادى اللي هو المنادى المضاف هتلاقي بعد اداه النداء عندي برضه بيجي كلمتين، يا اما مضاف يا اما جر ومجرور، عادي مفيش مشكله. نقطه الاختلاف هنا ان لا هتكون منونه ولا هيكون فيها تنوين، هتكون قرعه، وما دام قرع عندي هيكون منادى مضاف، ومنادى مضاف برضه بيكون منصوب. قال لك يا سيدي برضه علشان ساعات بيرخم عليك في الامتحان هكتب لك شويه كده امثله. هنكون مثلا لو نقول مثلا يعني هنسميها تكون تحت مسمى الامثله الخبيثه. الامثله الخبيثه. يلا يا سيدي بص كده الشغل يا حبيب قلبي. قال لك اهو يا ابنائي اقيموا الصلاه، ويا بلادي ارتقي من شأنك. ايا كان انا اهم حاجه عندي الكلمه اللي ايه؟ اللي قبل الفاصل اللي هي اللي فيها اداه النداء يعني والكلام ده كله. يا ابنائي ويا بلادي ده نوع المنادى ايه؟ هقول لك والله افاجئك كده، هقول لك ان ده منادى مضاف. يا مستر معلش كده لا مؤاخذه بس عشان ايه؟ انا ما سمعتش كويس. يا بلادي ويا ابنائي ازاي منادى مضاف؟ هو هنا يا مستر احنا كل اللي خدناه عن المنادى المضاف او الشبيه بالمضاف ان هو يا مستر بيكون اكتر من كلمه، يعني بينادي على اكتر من ايه؟ من كلمه واحده، بينادي على كلمتين او ثلاثه او اربعه زي ايه؟ زي ما هو عايز. بس هنا يا مستر يعني منادى مضاف ازاي؟ هقول لك والله منادى مضاف علشان عندي الكلمه زائد ضمير، يعني انا هنا عندي فعلا مكون من كلمتين. كلمه ابنائي مكونه من كلمتين، ازاي يا مستر يعني ايه؟ اعقلها يا سيدي. هقول لك اهو الموضوع سهل وبسيط، لان هي بيكون فعلا عباره عن كلمتين. ازاي يا مستر عباره عن كلمتين؟ لان هي عباره عن كلمه ابناء زائد ياء الملكيه، زائد ايه؟ ياء الملكيه. ابناء زائد ياء الملكيه. اصبح عندي بينادي على كلمه، كام كلمه؟ يا مستر يعني انت تقصد هنا ان دي كده كلمتين، ابناء وياء الملكيه. ده كده هنا عندي بينادي على كلمتين، فكلمه ابنائي ده كده عندي منادى مضاف. نفس كلمه بلادي يا مستر ده بينادي على كلمه واحده، ولا ما هي ده عباره عن كلمه بلاد وكلمه او هنا ضمير ياء الايه؟ ياء الملكيه، ياء الايه؟ الملكيه. اصبح عندي بينادي على كام كلمه؟ بينادي عندي على ايه؟ على كلمتين. بنام بينادي عندي على كلمتين يبقى منادى مضاف. والمنادى المضاف هنا عندي طبعا احنا قلنا ان المنادى مضاف لان هنا كلمه ابنائي وبلادي ما فيهاش نون ولا تنوين، فمنادى مضاف. يعني يا مستر هيكون اعرابه ايه؟ منادى منصوب بالفتح. منادى منصوب بالفتح. خلي بالك بالله عليك لا يزعلك في المثالين دول. طيب يا سيدي تعالى كده احنا خلصنا المنادى المضاف والشبيه بالمضاف. يعني الحمد لله قلت لك
يعني اغلب حاجات بتيجي فيه، والموضوع هيبان اكتر في الحل اللي احنا هنحله مع بعض في كتاب الامتحان باذن الله، ترقبونا. طيب يا سيدي، المنادى اللي احنا عايزين نتكلم عليه اللي جاي، تعالى كده اما نشوف ايه، نشوف بس الكلام كده في المذكره. كل الكلام ده احنا ايه، ده احنا قلناه اهو يا سيدي. اهو عندي المنادى بيكون منصوب بالفتحه لما يبقى مفرد، ويكون منصوب بياء لما يكون جمع او مثنى، وبيكون منصوب بالالف لما يبقى اسم من الاسماء الخمسه، وبيكون منصوب بالكسره لما يبقى جمع مؤنث سالم. ودي عندنا امثله حلينا عليها من شويه، ودي عندنا امثله للشبيه بالمضاف لسه حلينا عليها من شويه. وعندي عندي اللي بعده اللي هو منادى النكره المقصوده ومنادى النكره الغير مقصوده. طيب يا سيدي، مبدئيا كده تعالى اما نقسم الصفحه ونتكلم عليهم شويه. المنادى النكره الغير مقصوده ومنادى النكره المقصوده. ايه الفرق ما بينهم يا مستر؟ تعالى كده واحده واحده. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يا سيدي، قال لك المنادى النكره الغير مقصوده ومنادى النكره المقصوده، اول كده فرق، تعالى اما نكتب بس ايه الفروقات كده ما بينهم بالاحمر. اول فرق عندنا في المنادى النكره المقصوده ومنادى النكره الغير المقصوده، هقول لك والله منادى النكره الغير مقصوده بيكون منادى منصوب. طيب المنادى النكره المقصوده يا مستر، هقول لك المنادى بيكون مبني مرفوع. بيكون مبني ايه؟ مبني مرفوع. منادى منصوب والتاني مبني مرفوع. ده من حيث ايه؟ ده من حيث النكره المقصوده والغير المقصوده. الغير المقصوده احنا لسه متكلمين عليها من شويه. منادى النكره الغير المقصوده هو بيكون منادى منصوب. امال يا مستر منادى النكره المقصوده عندي مرفوع، غير مقصوده منصوب، والمقصوده مرفوع، غير المقصوده منصوب، والمقصوده مرفوع. ركز معايا كده وبسم الله الرحمن الرحيم. اقول لك والله من حيث برضه نقاط الاختلاف عندنا ان منادى النكره الغير مقصوده او الغير مقصوده تحتوي على نون. تحتوي على نون. منادى النكره المقصوده تحتوي على نون. وهنا منادى النكره المقصوده قال لك يا سيدي لا تحتوي على نون. طيب ايه هي نقاط الاتفاق ما بينهم؟ هقول لك نقاط الاتفاق ما بينهم يا معالي الباشا، ان منادى النكره المقصوده ومنادى النكره الغير مقصوده هما الاثنين بيتكونون من كلمه واحد. هما الاثنين بيتكونون من كلمه واحد. وهقول لك والله يكون منون. طيب والمنادى النكره الغير مقصوده اهو يكون منون برضه. طيب يا سيدي تاني كده وبسم الله الرحمن الرحيم. قال لك المنادى النكره المقصوده، المنادى النكره الغير مقصوده منصوب والمقصوده مرفوع. المنادى النكره الغير مقصوده بيكون فيها نون، انما منادى النكره المقصوده بيكون ما فيهاش نون. هما الاثنين بيتفقوا في نقاط. ايه النقاط اللي بيتفقوا فيها؟ هما الاثنين بينادي على كلمه واحده. يعني ايه منادى على كلمه واحده؟ يعني كلمه واحده وبيحصل بعدها فصل وخلصت على كده. طيب يا سيدي، ويكون هما الاثنين منونين عندي، ما فيش عندي مشكله. بس عايز افهمك حاجه، النقاط اللي بيلعب عليها دايما اول نقطه خالص اللي هو في واحد فيهم مبني مرفوع والتاني معرب منصوب. ازاي يعني يا مستر؟ اقول لك تعالى بنفتح كمان واحده، ثاني بنفتح كمان سبوره جنب السبوره دي. منادى نكره غير مقصوده، منادى نكره مقصوده. طيب يا سيدي خلينا هنا عارفين ان منادى النكره الغير مقصوده هنا عندي مبني مرفوع اهو، نكتبها هنا ايه عندي فوق. منادى النكره الغير مقصوده بيكون معرب
منصوب. زي الفل يا مستر. يلا يا باشا تعالى كده اما نبتدي. احنا هنلعب على النقطه اللي هو بيجيبها لك على طول. ايه النقطه اللي هو بيجيبها لك على طول؟ حته المبني والمعرب، المرفوع والمنصوب. تعالى يا سيدي اما نشوف الكلام ده عندنا. لما يجي مثلا يقول لك يا طالبا يا طالبا وفاصله اطلب العلم. اطلب الايه؟ العلم. عايزين ايه؟ عايزين نكبر الخط شويه، مش قوي كده. ماشي. تعالى بس اما نكتب كده مثال تاني معلش عشان ايه عينيك تشوفه. قلت لك اهو يا طالبا اطلب العلم. تعالى اما اوديك الناحيه التانيه على طول. يا طالبه فاصله اطلب العلم. واحده واحده كده ومبدئيا تعالى اما نتكلم في المثالين دول مع بعض. يا طالبا فاصله اطلب العلم، ويا طالبه اطلب العلم. ماشي يا مستر. هنا مبدئيا عندي اداه النداء يا، جه بعدها المنادى. المنادى عندي كام كلمه؟ طالب. هنا عندي كلمه واحده يا طالب. هنا عندي هنادي على كلمه واحده بس يا مستر. النادي عندي على كلمه واحده اللي هو كلمه ايه؟ كلمه طالب. وما دام عندي ندى على كلمه واحده، يا اما منادى نكره غير مقصوده يا اما منادى نكره مقصوده. اعرف منين؟ تعالى كده اما بص يلا بعينك كده. تعالى بص بعينك كده. يا طالب العلم. انا هنا لاحظت حاجه وهيكون موجودها لك، يعني هيكون جايبها لك في الايه؟ في الامتحان. هنا عندي انا لاحظت ايه؟ هنا لاحظت عندي يا مستر تنوين بالفتحه. تنوين بالايه؟ بالفتحه. تنوين بالايه؟ بالفتحه. معرب منصوب. ما دام عندي معرب منصوب وكلمه واحده، ما دام عندي معرب منصوب وكلمه واحده، يبقى ده يا مستر منادى نوعه نكره غير مقصوده. يبقى ده نوع نكره يالا غير مقصوده. طيب ومنادى النكره الغير مقصوده مبني ولا معرب؟ منصوب ولا مرفوع؟ هنا طبعا عندي معرب، ومعرب يعني منصوب. يعني هيتعرب ايه؟ اهو منادى عادي جدا منصوب بالفتح. ليه منادى منصوب؟ ندى على كلمه واحده والكلمه كانت منونه وعليها فتحه، يعني معرب منصوب وكلمه واحده يبقى منادى نكره غير مقصوده. قال لك يا سيدي تعالى اما نخش على المثال اللي بعده. يا طالب العلم اطلب العلم. طيب تعالى كده اما تبص بعينك. يا هنا يا سيدي جه بعدها ايه؟ جه بعدها منادى كلمه واحده. دي منادى كلمه واحده، يا اما منادى نكره مقصوده يا اما منادى نكره غير مقصوده. طيب نادى على كلمه واحده. لاحظت ايه بقى من الكلمه الواحده دي؟ لاحظت من الكلمه الواحده ان هي فوقها ضمه، وما دام فوقها ضمه يبقى مرفوع، وما دام مرفوع عندي كلمه واحده يبقى منادى نكره مقصوده. تاني ايه الفرق بين منادى النكره الغير مقصوده والمقصوده؟ الغير مقصوده منصوب والمقصوده مرفوع. عرفت ازاي ان هو مرفوع؟ الضمه فوقها اهي باينه واضحه وضوح الشمس. فركز معايا كده، ما دام عندي منادى ندى على كلمه واحده والكلمه واحده مرفوعه هيكون منادى نكره مقصوده. ومنادى النكره المقصوده ده يا مستر ماله؟ منادى مبني مرفوع. منادى ايه ولا؟ مبني مرفوع. طب ما احنا هنعربه كده منادى مبني على الضم. منادى مبني على الايه؟ منادى مبني على الضم. ليه منادى مبني على الضم؟ يلا مش احنا لسه قايلين ان منادى النكره المقصوده منادى مبني مرفوع؟ ما انا معربه اهو منادى مبني لان هو نوعه مبني، فاذا هيكون منادى مبني على الضم. ليه يا مستر منادى مبني على الضم؟ ما احنا هنقول تاني، ما احنا لسه قايلين يا ابن الحلال ان المنادى مبني المرفوع بيكون مبني على الضم لما يبقى مفرد او جمع تكسير، مبني على الواو لما يبقى جمع او اسم من الاسماء الخمسه، ويكون مبني على الالف لما يبقى مثنى. فركز معايا كده بالله عليك. قال لك منادى مبني على الضم في محل نصب. منادى مبني على الضم في محل نصب. طيب ده كده مثالين. تعال اما اديك كمان مثال. قال لك قلت والله يا معلمين الفصل. ايه ده يا معلمين الفصل ازاي؟ مش هينفع. ثواني نلغي دي كده اهو. يا معلمين وفصلة اشرحوا
الدرس. ولو جيت هنا قلت لك يا معلمان، يا معلمان فاصلة اشرحوا الدرس. ايه الفرق ما بين يا معلمين ويا معلمان؟ مبدئيا كده يا معلمين ده كده يا بعدها ايه؟ بعدها النداء على طول، يا بعدها النداء، يبقى ده المنادى. وهكذا هنا يا معلمان، هنا برضو ده المنادى. وبعد كده حصلت ايه هنا؟ حصلت الفصله اللي احنا بنتكلم عليها. وما دام هنا حصلت الفصله، تعالى بس كده نظبط ايه؟ نظبط اللي هي السبوره بس يا سيدي. وما دام حصلت الفصل عندي يبقى كده الجمله بتاعت النداء خلصت. نادي على كام كلمه؟ نادى على كلمه واحده. ماشي، ما دام نادى على كلمه واحده يبقى عندي منادى نكره غير مقصوده ومنادى نكره مقصوده. الغير مقصوده منصوب والمقصوده مرفوع. طيب المنادى هنا يا معلمين ويا معلمان، ايه الفرق ما بينهم؟ خليك كده قوي ومصحصح. بص كده عندي يا معلمين ويا معلمان. الياء يالا اللي في المعلمين دي نصب ولا رفع؟ هتقول لي يا معلمين دي يا مستر نصب، حلو. ويا معلمان ده رفع. طيب ما زي الفل، هنا عندي يا معلمين وهنا عندي يا معلمان. في هنا منادى عندي منصوب كلمة واحدة ومنادى عندي مرفوع كلمة واحدة. المنصوب غير مقصود، المنصوب غير ايه؟ مقصود. والهنا عندي المرفوع مقصود. يبقى هنا ده عندي منادى نكره غير مقصوده. ليه غير مقصوده؟ علشان هنا عندي منصوبه يا معلمين، بينادي على كلمه واحده ومنصوبه يا معلمين. وهكذا هنا برضه عندي يا معلمان. معلمان هنا منادى نكره مقصوده، ليه؟ كلمه واحده ومرفوعه. مرفوعه هنا عندي بالايه؟ بالالف. بس طبعا الاعراب مش هيكون بالسذاجه دي، احنا ناس يعني اشطر من كده. طيب يا معلمين هنا هنعربه ايه؟ ده منادى نكره غير مقصوده، منادى منصوب، يبقى هنعربه منادى منصوب. هنا منصوب عندي بالايه؟ بص كده وبحلق فيها، منادى منصوب بالياء، منادى منصوب بالايه؟ بالياء. وهنا يا معلمان، معلمان منادى نكره مقصوده، منادى مبني، يبقى هنا منادى مبني على الالف في محل نصب. هنا طبعا منادى مبني على الالف، ليه؟ لانه مثنى. وده كده يا معالي الباشا من حيث المنادى النكره المقصوده والمنادى النكره الغير مقصوده. هيكون يتبقى معانا نوع واحد من المنادى، ونوع سهل جدا اللي هو منادى ايه؟ ان منادى العلم المفرد. تعالى يا سيدي بص الامثله عندك وكل حاجه ايه؟ 5 ستار على الاخر. منادى العلم المفرد، منادى العلم الايه؟ المفرد. هو يا مستر معنى كلمه علم اصلا يعني ايه علم؟ يعني ينادي على اسم شخص او ينادي على اسم بلد او ينده على اسم شهر، او ينده على اسم ايه؟ شهر. يبقى تاني كده معنى كلمه منادى علم او كلمه علم اصلا في اي حته في النحو مش في المنادى بس. المنادى هنا نوع ايه؟ مبني ولا معرب؟ اقول لك والله بيكون المنادى عندي مبني. بيكون المنادى ماله ولا عندي؟ بيكون المنادى عندي مبني. طيب يا سيدي زي الفل زي الفل. المنادى هنا عندي المبني هيكون شكله ايه بالظبط يا مستر؟ تعالى يا سيدي اما اديك امثله. لو اجي اقول لك يا محمد فاصله اعمل بجد، ويجي يقول لك يا مريم اتق الله، يا مريم اتق الله. طيب يا سيدي طبعا المثال واضح قوي. طبعا من حيث يا محمد ويا مريم النوع المنادى هنا عندي علم مفرد. ليه يا مستر المنادى عندي علم مفرد؟ دي واضحه وضوح الشمس. ده اسهل نوع منادى عندك، بينادي على اسم شخص بعينه. يا مريم، يا محمد، يا فلان الفلاني، بينادي على اسم شخص بعينه عندي، يبقى ده منادى نوعه علم مفرد. ليه بينادي على اسم شخص بعينه؟ يا مريم يا كذا. طيب يا سيدي هيكون نوعهم ايه؟ زي ما قلت لك من شويه منادى عندي نوعه مبني، فيتعرب منادى مبني على. اقف. مريم ومحمد دول عندي مفرد ولا جمع ولا مثنى؟ هنا عندي مفرد، يبقى يكون منادى مبني على الضم في محل نصب.
منادى مبني على الضم في محل نصب. ده المنادى العلم المفرد، وخلي بالك ممكن يجيبوا لك مثنى او جمع عادي جدا. زي ايه؟ بص يا سيدي، يجي يقول لك يا مصطفى، ويجي يقول لك يا مصطفى وبقيه الجمله يا مصطفى، ماشي، ويجي يقول لك يا مصطفان فاصله وبقيه الجمله يا مصطفون. يا مصطفى، هي في حاجه اسمها كده؟ يا سيدي، يا مصطفى ده لو واحد بس اسمه مصطفى، ما ده اللي بقول له يا مصطفى. طب لو مصطفى ومصطفى يا مصطفان. طب لو مصطفى ومصطفى 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 يا مصطفون. ماشي، حلو قوي. طيب يا سيدي، يا مصطفى ويا مصطفان ويا مصطفون، هنا بينادي على اسماء شخص، وما دام بينادي على اسماء شخص يبقى يكون نوع المنادى عندي علم مفرد. ونوع المنادى العلم المفرد بيكون نوعه ايه؟ او يا مستر ايه حكمه؟ يعني بيكون مبني ولا معرب؟ بيكون مبني. طيب تعالى كده اما نعربه. يا مصطفى، طيب منادى علم مفرد، منادى مبني على الضم في محل نصب، منادى مبني على الضم في محل نصب. ويا مصطفان هقول لك منادى مبني على الالف علشان هنا مثنى في محل نصب. يا مصطفون منادى مبني على الواو في محل نصب. منادى مبني على الواو لانه مفرد، منادى مبني على الالف لانه مثنى، ومنادى مبني على الواو لانه جمع. المنادى العلم المفرد. طيب يا سيدي، شم نفس عميق، سلك ودنك، فوق معايا، علشان التركات اللي انا بكلمك فيها دي هو اللي بيسيب لك الدرس كله وبيكلمك فيه. التركات دي هقول لك هما تركتين بس اللي عندنا، تمام؟ هو تركاته كتير بس يعني ايه، هقول لك ايه الاهم واللي بتيجي كتير جدا جدا. وزي ما قلت لك انا وعدتك باذن الله ان احنا هنحل التمرينات مع بعض باذن الله. يعني لو ربنا ادانا العمر، قدم بس ايه، انا بقدم المشيئه وانت قدم معايا المشيئه وصلي على النبي، وباذن الله ايه، باذن الله كل اللي انت هتحتاجه انا عينيا ليك. بص يا سيدي، عندي يجي يقول لك ضع كلمة، ويفتح كده قوسين، كلمة الرجل، ضع كلمة الطالب، ضع كلمة المعلم، ايا كان يعني، او بمعنى اصح اي منادى او اي كلمة فيها الف ولام. اي كلمة فيها ايه؟ الف ولام. طيب زي كلمة الطالب، المعلم، الطبيب، الفتاة، أو أيا كان. طيب يا سيدي، فكر معايا بعقلك كده، هو أنا ينفع عندها على شخص وأقول له يا المعلم، أو ينفع عندها على شخص أقول له يا الطبيب، يا الفتاة؟ إيه ده يا مستر؟ لا ده مش لايقة خالص، وحاسس إن إيه ده؟ الكلمة دي كده في حاجة غلط. هل ينفع عندها أقول يا المعلم، يا الطبيب، يا الفتاة؟ لا يا مستر، غلط غلط غلط. اما انا نعمل ايه بقى ساعتها؟ اي منادى فيها الف ولام، بالله عليك بالله عليك، اي منادى فيها الف ولام، عشان الناس دي نص الشطار بتغلط فيها. بالله عليك اي منادى فيها الف ولام هنعمل ايه؟ هنجيب صديق مساعد، عامل مساعد تاني من بره كده يقدر يفك لنا الجمله ويخلي الجمله ايه، ماشيه سياقها كويس. يعني ايه يا مستر؟ يعني هنقول يا، وهنجيب كلمة أيها، يا أيها الطالب، يا أيها المعلم، يا أيها الطبيب، يا أيها الرجل، وتحط منادى اللي فيها ألف ولام عادي جدا. يعني أي منادى فيه ألف ولام بتجيب أيها، أي منادى فيه ألف ولام بتحط أيها. يا أيها الطبيب ده في حالة الإيه؟ في حالة المذكر، يا أيها مع المذكر، يا أيتها مع المؤنث. وهديك مثال دلوقتي، يبقى تاني كده، يا أيها الطبيب، يا أيها المعلم، يا أيها المدرس، وهكذا. دي كده بمعنى تمشي، بس ما ينفعش أقول لك يا المدرس، يا المدرس ده ولا ده، لا طبعا الكلام ده ما ينفعش. طيب يا سيدي، هنا يا مستر إيه اللي هيتم؟ الياء هنا عندي
أداة نداء. طيب أداة نداء، هنا عندي الهاء لا محل لها من الإعراب، هي كلمة أي اللي هتتعرب. أي هتتعرب منادى مبني على الضم في محل نصب. منادى مبني على الضم في محل نصب. طيب يا سيدي، كلمة الطالب هنا هتتعرب ايه؟ الطالب هنا هتتعرب نعت مرفوع. ليه يا مستر نعت مرفوع؟ هقول لك لان اصبح صفة الشخص اللي انا بنادي عليه طالب. في ناس بتغلط تقول لي الطالب هي المنادى، لا، المنادى طبعا اللي بيجي بعد اداه النداء. ايه هي اللي جت بعد اداه النداء؟ اي. طب والهاء لا محل لها من الاعراب، اي منادى مبني على الضم في محل نصب، والطالب نعت مرفوع، وطبعا هنا مرفوع بالضمه لانه مفرد. طيب هنا يا مستر اي او ايتها او الكلام ده كله بيكون نوع المنادى هنا عندي ايه؟ اقول لك والله بيكون عندي منادى نوعه النكره. منادى نوع نكره ايه؟ نكره مقصوده. تاني يا سيدي كده، يا ايها الطالب او يا ايها المعلم او يا ايها الرجل، دول بيجي امتى؟ لما يجي يقول لك ضع الكلمه دي في منادى فيه الف ولام، يجي يقول لك ضع مش عارف ايه في منادى فيه الف ولام. وطبعا طبعا طبعا هاء لا محل لها من الاعراب. ايه هنا اللي بيتعرب؟ كلمه اي، منادى مبني على الضم في محل نصب، واللي بيجي بعدها بعد ايها او ايتها بيتعرب نعت مرفوع، مرفوع بالضمه، مرفوع بالواو، مرفوع بالالف على حسب. وطبعا كلمه ايها بتيجي مع المذكر. طيب بص يا سيدي اهو، ايها مذكر وايتها بتيجي مع المؤنث اللي بيجي بعدهم نعت. يا أيتها المعلمة، يا أيتها الإيه؟ المعلمة. إيه اللي هيتم؟ إيه اللي هيتم؟ هقول لك الهاء لا محل لها من الأعراب، اللي بيجي بعد يا هي اللي بيتعرب منادى. هنا هيتعرب أي إيه؟ منادى مبني على الضم في محل نصب. منادى مبني على الضم في محل نصب، واللي بيجي بعد اي وايتها بيتعرب نعت. وطبعا المعلمه نعت مرفوع علامه رفعه الضمه لانها مفرد. لفظ الجلاله الله، معلش قبل ما نخش عليها، هو هنا يكون منادى نوعه ايه؟ معلش اي او ايتها دي بيكون نوعه نكره مقصوده، نوعه نكره مقصوده، نوعه نكره مقصوده. طيب يا سيدي زي الفل. لفظ الجلاله الله، لفظ الجلاله الله، عشان اجي انده على ربنا، لما نجي يعني ربنا واجي انده له، هيكون عندي حلين. يا اما انده اقول يا الله، او انده اقول اللهم اغفر لي، اللهم وفقني. طيب يا سيدي، الله هيديك 10 من 10، بس اللهم هيديك 10 من 10 ونجمة وهيحبك. او بص شايف القلب اهو، بص اهو. يعني يا مستر ايه؟ يعني والله من حيث النداء عندي من حيث لفظ الجلالة الله بيحب قوي 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 ان انت تنده باللهم. تنده بايه؟ اللهم. ممكن ايه نعتبر يا الله دي عندي يعني ايه مش موجوده، عندي ايه مش موجوده. هو بيركز قوي عندنا في ايه؟ في اللهم، في حته النداء، في لفظ الجلاله. لما تيجي تنده على ربنا تقول له اللهم. طيب يا سيدي، اللهم دي عباره عن ايه؟ عباره عن يا زائد الله، هما الاثنين مع بعض ادوني كلمه اللهم. يعني اللهم يا مستر منادى؟ ايوه يا حبيبي، عندي نوعه ايه؟ منادى عادي جدا. طب نوعه ايه اللهم؟ نوعه اهو علم مفرد. الله، كلمة النداء بتاع يا الله علم مفرد؟ اه يا حبيبي علم مفرد، هي ملهاش قاعدة معينة. وطبعا هو هنا يعني اكيد مش بينادي على شخص او الكلام ده كله، هو بس عشان يحط له نوع، ودي قاعدة شاذة ملهاش علاقة بان هو بينادي على اسم شخص او بينادي على اسم بلد او الكلام ده كله، هو نوعه علم مفرد. طيب يا سيدي، هيتعرب ايه لما اجي مثلا اقول لك اللهم اغفر لنا؟ اللهم دي منادى. طيب العلم المفرد احنا واخدينه من شويه، ومنادى العلم المفرد كان مبني ولا معرب؟ كان مبني. منادى مبني على الضم في محل نصب.
المنادى. طبعا اتمنى يعني احنا عملنا على قد ما نقدر كل الكلام ده بقى. من حيث المنادى هتلاقيه موجود عندك في المذكره. انا قلت ايه؟ يعني مش هشرح لك كده وخلاص، يعني كمثال موجود عندك. انا قلت ايه؟ المنادى اللي فيه الف واللام اهو، زي ما قلت لك. كل ده هتلاقيه موجود عندك في البي دي اف باذن الله. لو انت عايزه انا عناية ليك، ابعت لي بس على الواتساب او خش الجروب وهتلاقيه باذن الله. اتمنى يكون الدرس فهمته، اتمنى تكون استوعبته، اتمنى يكون مفيش اي مشكله من حته المنادى. هنزلك باذن الله تدريباته، استناني يعني يومين باذن الله وانزلهم لك ولا حاجه. كان معكم استاذ عبد الله. ما تنسوش تعمل اشتراك في الفيديو، تعمل اشتراك في القناه، وتعمل لايك للفيديو، وتعمل شير لاصحابك الفيديو، خلي الكل يستفاد. زي ما قلت لك هتلاقي البي دي اف جروب، لو كده كلمني يعني تواصل معايا وهبعته لك على طول. اقابلك باذن الله في الفيديوهات اللي جايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.